نعود إلى الشأن الوطني. سلوى 11 سنة ضحية أخرى لألعاب نارية، لعبة أطفال بمفعول عكسي. في تفاصيل: أحد المتهورين قذف بمفرقعات أصابت عين الطفلة لتنتهي طريحة فراش إحدى مصحات البيضاء. روبورتاج نادية أحد وعبد الله دهنوش. سلوى 11 سنة، تعثر في مسار دراسي في بدايته، إصابة على مستوى العين ترديها طريحة الفراش، والسبب ألعاب نارية قذفت من مجهول لتصيبها بفقدان قرنية العين. استراحة وما عادش كل حد من فرج ليها، والمرة الثانية أنا جاتني في عينيا لان العين ديالها تقريبا تجرحت لها في المم والعين جلالها ودارت وسط العين ديالها. دونك شي حاجه اللي هي من الحظ ديالها ان والديها جابوها في اقرب وقت المصحه وقمنا بالعلاج ديالها. شدها غسل لها عينها وصيفطها قال لها سيري مع البنات سيري لداركم، غير الخلعه اللي فيك، وهي العين راها مشات ليها هو تيقول لها الخلعه اللي فيك. توجهنا صوب المؤسسة التعليمية حيث تتابع سلوى دراستها، غير أن إدارة المؤسسة امتنعت عن التصريح، تصريح سقناه فقط من التلاميذ الذين عاينوا الحادثة. تفرقعت لها على عينها صافي ومشات طلعت الحراسة. كنا كنلعبوا مع بعضياتنا وتلقينا الجرانادا وهي تفرقع الدريه على عينها وخرج لها الدم. سلوى هي فقط ضحية من ضحايا ألعاب عاشوراء، ألعاب غالبا ما تحول الفرح إلى قرح.